الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب دار تحفيظ القرآن بقرية الدقنوة الجديدة مركز المنزلة الأهلية. النهاردة الدرس الأول في كتاب جنة الآداب لبراعم الأحباب اللي كلكم استلمتوه. وطبعا الكتاب ده بيعلمنا أدب كل حاجة احنا بنعملها في حياتنا أو معظم الحاجات اللي بنعملها في حياتنا. يعني هنلاقي الدرس الأول أدب حفظ القرآن، الدرس الثاني أدب تلاوة القرآن، الدرس الثالث أدب الجلوس أمام معلم القرآن. بعد كده الدرس الرابع آداب المذاكرة وطلب العلم، إزاي إن أنا أبقى بذاكر وبطلب العلم وباخد ثواب من الله سبحانه وتعالى. الدرس الخامس آداب دخول البيت، والدرس السادس آداب الطعام لغاية آداب صلة الرحم وبر الوالدين وحق الجار، كله في هذا الكتاب. طيب هنبدأ أول درس، هتقولوا ورايا وبعد كده كل واحد هيقول له واحد، وكل درس عبارة عن صفحة واحدة 7 بنود وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا إيه معنى الكلام اللي قلناه. قولوا ورايا. الدرس الأول آداب حفظ القرآن. واحد نجعل نيتنا وقصدنا من الحفظ التقرب إلى الله. 2 نبتعد عن المعاصي والآثام احتراما للقرآن. 3 نختار المكان المناسب للحفظ والمراجعة حتى لا ننشغل بمن حولنا. 4 نقتصر على طبعة واحدة للمصحف حتى تثبت صورة الصفحة في أذهاننا. طبعا هنشرح الحاجات دي بعد ما نقولهم مجملين. 5 نحفظ على يد معلم إن أمكن لنتعلم مخارج الحروف. 6 نحاول أن نجد من يعيننا ويشجعنا على الحفظ سواء من الأهل أو الأصدقاء. 7 نجعل لنا وردا يوميا في المراجعة حتى لا ننسى ما حفظناه. يبقى ال7 بنود دول مهمين جدا للي بيحفظ القرآن. نقول بقى الحديث. حديث شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين. الزهراوان اللي هم سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة ويا بنات يا أولاد. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما.
اقرأوا سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة. فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. وتركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة. ولا يستطيعها البطلة. أي السحرة. أي السحرة. يبقى احنا كده قلنا الدرس الأول، نبدأ بقى نشرحه. خلاص. أول